عسلامة ومرحبا بكم. احنا اليوم باش نصوروا حلقة جديدة في شهية طيبة. معاكم شيف إيناس بنساسي، شيف باتيسري. نعملوا الحلو الكل، لي جاتوات، لي جو، لي شوكولا، اكسيتيرا، السالي، كل ما يخص لي باتيسوري. عندنا زاده سونتر دو فورماسيون كونوا فيه الصغيرات. اليوم بحكم لونتري سكولير دونك خممنا باش نعملوا حاجه اللي موجوده في كل دار وتسهل علينا الجوتي والا الفطور الصباح نتاع الصغيرات. خممنا اليوم باش نعمل لكم بيتي فور ساهل ومكوناته كما حكينا ما همش صعاب وموجودين في كل بلاصه. اول حاجه عندنا الفارينه، عندنا العظام، عندنا السكر المحور، عندنا لي الشوكولا اللي باش نزينوا بها من بعد تالي، عندنا الزبده. وهذه فارينه بحكم خاطر اني وزنت الرسات وحضرتها، اما حبيت نعاودها معاكم، حبيت نعاودها بالمغرفه باش اللي يجيش يعاود في الدار ما تصعبش عليه الرسات، خاطر مش الناس الكل يبدا عندها ميزان، فما اللي في الدار عنده ميزان وفما اللي في الدار ما عندوش ميزان. دونك اني حضرت لكم الرسات وكيلتها مريقله، ملي باش نخدمها معاكم توا باش نخدموها بالمغرفه. اول حاجه باش نعملوها اللي احنا باش ناخذوا الزبده. باهي الزبده نتاعنا باش تكون بومات. اش معناها بومات؟ يعني زبده باش تكون بحراره الغرفه، لاهي باش تكون يابسه ناخذوها من الفريجيدير، ولينا باش نسخنوها في الميكرووند ولا في الغاز لين تولي لنا طريه. باهي احنا قلنا رساتنا ماناش باش نخدموها بالجرام، اني وزنت هوني بالجرام، اما انتوما باش نسهل عليكم الرسات بحكم اللي ما عندوش ميزان باش نحسبوا بالمغرفه. باهي عندنا مغرفه زبده، عندنا مغرفتين مليانة 3 4 5 وهذه براسك السادسة. باهي اللي هو في رساتنا الزبدة 250 جرام، اللي عنده ميزان يوزن 250 جرام، واللي ما عندوش ميزان يعمل 6 مغارف زبدة. باهي هذه الزبدة متاعنا كملنا منها. باهي نجيو لهوني ناخذوا السكر المحور. باهي السكر المحور عندنا 175 جرام، اماني معاكم باش نوزنهم بالمغرفه. باهي السكر المحور نغربلوه، ما ناخذوش ديريكت يعني ونخدموا به، نغربلوه وبعد نخدموا به. عندنا مغرفه، عندنا 2 3 4 5 6 وهوني هذه 10 جات مغرفه، يعني 175 جرام سكر محور جاونا يعني بحساب المغرفه نتاع الاكل 10 مغارف. خذينا الزبده نتاعنا اللي هي بومات وحطينا عليها السكر المحور باش نعملوا لهم سبلاج هكا في بعضها، ندخلوها الزبده في السكر المحور باش كي نحطوها تتركب ما يطير لناش السكر المحور، من با جوست ندخلوهم في بعضهم. سي بون، هذه هيك حاضره. باهي توا باش نحطوها تتركب. نقعدوا نركضوا في الزبده والسكر المحور نتاعنا لين نوليو لين تولي لنا كريم، لين تبيض، خاطر هي الزبده المره الاولى كي كانت بالسكر كانت كالصفرة، توا نبقاو نركضوا فيها لين تولي لين تولي كريم، لين تبيض. باهي اني هوني باش نوقف باش نوريهم التكستور نتاع الكريم كيف هي لازمها تولي. باهي فما استيوس، راهو البنه نتاع البيتي فور والهشه نتاع البيتي فور على التركيز نتاع الزبده ونتاع السكر المحور، وبالطبيعه من بعد كي باش نزيدوا العظام، يعني قد ما نركضوها قد ما مش تجي هشوشه وتجي هكا يعني التكستور نتاعها طريه. باهي هذه سي بون هكا تركضت توا ولات مريقله او كي ولات بيضه. باش نجيو لهوني للعظم نتاعنا اللي هو بيان سور مغسول، وناخذوا 3 عظمات. ناخذوا العظمه الاولى
ناخذ العظمة الثانية وناخذ العظمة الثالثة. نعاود الرسات اللي هي 250 جرام زبدة، عليهم 175 جرام سكر محور، وعليهم 3 عظمات. شنجو هوني وباش نحط قطرات روح الفانيليا، خاطر من بعد باش تعطينا جو بنينة في البيتي فور. نرجعوا الكريم متاعنا هذه تتركض، نحطوها فيتاس 3 وناخذوا العظم نبداو نزيدوا فيه بشويه بشويه. يعني العظم ما نصبوش الكل مره واحده، نصبوا بشويه تتركز المره الاولى، نصبوا شويه الثانيه تتركز لين نكملوا العظم نتاعنا الكل. نوقف هوني البتر شويه ونهبط هيك الحاشيه متاع الزبده باش نضمنوا اللي احنا الكريم متاعنا الكلها تركزت والكلها دخلت بعضها. هيك سي بون. نرجعوها هوني تتركز على روحها. باهي هوني باش نطفي توا على خاطرها سي بون تركزت وولات كريم وعطاتني التكستور اللي اني حاجتي بها. اوكي ولات كريم. باهي نجيو نحنا هوني وزنت اني لنا عملت 400 جرام فارينة، اما كالعادة هاني باش نوزنهم معاكم بالمغرفة باش كي تجيو تعاودوا تجيكم سهلة. مغرفة 2 3 4 5 6 7 وهذه هكا 8. 8 هذه هكا 9 10 11 هذه 12 13 14 15 16 17 وهذه هكا 18. معناها عندنا 400 جرام فارينة يجيونا 18 مغرفة. كالعادة نعاودوا ندخلوا الفارينة في وسط الكريم باش كي نحطوها تتركز جست شوية باش تدخل الفارينة في وسط الكريم ما تطيرناش الفوق. بعد ما حطينا الفارينة دخلناها بالسباتيول بالباهي في وسط الكريم. توا باش نرجعوها تتركز ميم با شوية وبرا جست باش تدخل في وسط الكريم وبرا. سي بون باش نطفي عليها خاطرها حضرت. هذه توا سي بون البيتي فور بتاعنا حضر. هذه التكستور اللي باش نتحصلوا عليها بعد ما نحطوا الفارينة في الاخر. راهو من غير خميره تمشيش يمشي في بالكم اللي اني نسيت الرسات وحطيت الخميره، راهو من غير خميره، جوست عظام سكر محور زبده وفارينه. توا باش ناخذوا البوش نتاعنا ناخذوا كيف من هكا. ناخذوا هذا نعرفش يعني واحد يسميه قمع واحد يسميه دوي كل واحد شنو يسميه.
نحطوها هكا ونحطه هوني في الكاس باش كي نعبي الدنيا ما تتمسخش. ناخذو الطبق نتاعنا نفرشوا عليه بابي كويسون ونجيو هوني ونبداو نخدموا الاشكال اللي احنا نحبوا عليها. بسم الله. باش نخدموا الموتيفه هذيا باش نخدموا هكا. باهي خليو يعني بين الكعبه والكعبه نخليو سبيس خاطر هي بالزبده باش ما تلصقناش في بعضها. باهي نخدموا هكا كعباتنا الكل نخليو اسباس بين الكعبه والكعبه نحاولوا لي احنا ما نلصقوش البوش الكل. باهي احنا هوني كيما نشوفوا كعبات البيتي فور نتاعنا ما عملناهمش كبار برشا. علاش؟ خاطر كي باش نحطوه في الفور باش يزيد يتنفخ دونك نخدموهم كبار ونزيدو يطيبوا في الفور يتنفخوا تولي الكعبه كبيره برشا. نخدموا في المويان هذايا باش ما نحطوا في الفور ما يعني الكعبه تطيب كان تولي مريقله. باهي نحطوا فورنا على 150 درجة مدة درجين. نسخنوه المرة الأولى شوية دريج ولا دريج ونص احنا وتمبيراتور الفور وبعد نحطوا كاين الفور نتاعنا فونديلاتور نحطوا يعني ديريكت ندخلوهم يطيبوا بطبيعتهم باش يطيبوا من اللوطه ومن الفوق. كان احنا الفور نتاعنا يعني هيك الفور العادي اللي يطيب من اللوطه وبعد يطيب من الفوق مش مشكله نخليوهم دريج يطيبوا من اللوطه ومن بعد تاني دريج ولا اقل دريج جوست يحمروا من الفوق كها. باهي نحطوا توا في الفور. باهي توا كملت الربع ساعه نتاعنا وفورنا باش نسكروا عليه ونجبدوا البيتي فور. بيتي فور نحضر باهي توا باش نهزوا الشوكولاته نذوبوها من با بردنا البيتي فور باش من بعد نجموا نزينوه. هذه الشوكولاته نتاعنا ذوبناها ويني حضرت مريقله. توا باش نلصقوا البيتي فور نتاعنا بالكعابه وبعد توا نزينوه مع بعضنا بالبوش. باهي نلصقوهم هكا الكعبه فوق الكعبه. شفتوا علاش الكعبات ما عملناهمش كبار برشا؟ خاطر باش نلصقوا الكعبه على الكعبه. باهي ناخذوا كعباتنا الكل ماذا بينا كي نبداو نخدموهم الكل يبداو نفس الحجم باش حتى في المنظر ما يجيوناش يبداو داخلين بعض. هوني راهو زاده ما نجموش يعني مش لازم كان بالشوكولا نلصقوا نجموا رانا نلصقوا بالمعجون. يعني تنجم تاخذ حتى معجون العادي وتلصق به في بلاصه الشوكولاته يعطي مطعم بنين ويجي على المحلاه. هوني بريسك كملنا كعباتنا الكل لصقناهم. تو باش نزينوهم هيك كملنا باش نزينو
شوف التكستير متاع الكعبة اللي حكينا عليها من بكري، راه كيف هي تتكرمش، يعني مو شكل يابسة ومو شكل مكبدة. باهي هذا نخليوه على جنب ونجيو لهوني. خذينا نواه كوكو، شطر باش نعملوه بالشوكولا وشطر باش نزينوه بالنواه كوكو. للي يحب راهو مش يعني مش اوبليجي، ناخذو هكا ونعملو في النواه دي كوكو. ناخذو هكا ونزينو بالنواه دي كوكو، خاطر النواه دي كوكو فيها بنة مش عادية وزيد ما هياش غالية، رخيصة ونجمو نستعملوها. ومش راهو اوبليجي انك تعمل بنوات كوكو ولا بالشوكولا، يعني تنجم حتى انت باش تعمل، يعني اللي باش يعمل الجوتي ولا الفطور الصغيرات الصباح ينجم جوست يعمل معجون في الوسط وكهو يخليهم عاديين. طريقة سهلة وخفيفة وما تشدش برشا وقت. هوني بعد ما زيناهم بنواه دي كوكو، هذوما باش نزينوهم من الفوق بالشوكولا، يعني هذا على جنب وهذا باش ناخذوا كعبات اخرين نقربوهم هكا لبعضهم. ناخذوا البوش نتاعنا ونجيو لهوني ونبداو نزينو. من المستحسن ناخذوا هيك شويه شوكولاته ونزينوا بها، خاطر كلنا نعرفوا اللي الصغيرات الكل يحبوا الشوكولا ويشيخوا على حاجات كيف من هكا، وميم طون تعطينا حتى منظر سمح. للي يقدر واللي ما يقدرش عادي نجم يخليهم جوست يخليهم بيتي فور عادي من غير لا شوكولاته لا حتى شيء. اوكي هوني باش ناخذوا كعباتنا نحولوها من هوني للصحين. وهكا نكونوا كملنا الوصفة متاعنا بروسات سهلة مهلة وموجودة في كل دار ومش صعيبة، نفطروا بها صغيراتنا، نعطيوها لهم جوتي للروضة، حاجة اقتصادية وسهلة وما هياش صعيبة ومكوناتها موجودة في كل دار. حتى للي ما عندوش ميزان سي ديجا وزلنا بالمغرفة باش الناس الكل تنجم تخدمها وما تجيهاش صعيبة. هكا نكونوا كملنا وصفتنا، كملنا روساتنا اليوم اللي هي روسات البيتي فور. كيما حكينا بكري خدمناها بوصفات سهلة، وصفات موجودة في كل دار، أي واحد ينجم يعملها. كيما حكينا بكري خدمنا من غير ميزان، حسبنا بالمغرفة، معناها باش حتى اللي يحب يجرب. الروسات هذه بنينة ويعني وخفيفة ونجموا نستعملوها لفطور الصباح، سينون للجوتي لصغيراتنا باش نقصوا لهم من شريان لي بسكويت ولي كيك من الحوانت. كانت معاكم شيف إيناس بنساسي، ان شاء الله تكون رسالتنا عجبتكم، وماذا بينا تتبعونا على الفيسبوك، سينون تنجموا زاده تكتبونا في كومنتات كان تحبوا نعاودوا رسالة جديده، كان تحبوا نخدموا حاجه جديده، وان شاء الله نتقابلوا في حلقه جديده من شهية طيبه.